ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ اول حاجه عايزه اتكلم عن الثقه في النفس، لان في بنات كتيره جدا 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 كلموني وبعتولي وعايزين يعرفوا ازاي يثقوا في نفسهم. من الرغم ان انا كنت منزله فيديو قبل كده اللي هو بس بقول للبنت ثقي في نفسك وخلي عندك تقدير وخلي عندك احترام. الثقه في النفس دي بتيجي ازاي؟ اول حاجه طبعا في ناس كتيره جدا في الكومنتس، انا فاكره ان هي كتبت طالما ال الاهل او المنبع البدايه مهزوز، اوقات كتيره جدا هما بيبقوا مهزوزين. ودي حاجه يعني دي حاجه فعلا صح، لان الاهل هما الاساس او اللي هما بيكونوا المايند سيت او بيكونوا الشخصيه اللي بتبقى موجوده معانا دلوقتي في المجتمع. بس اوقات كتيره جدا بنوصل لسن معين وبنبقى احنا اللي بناخد القرارات. يعني مثلا في شخص ممكن يبقى مهزوز او عنده عقد كتيره، بس بيوصل مرحله ان هو خلاص بقى واعي ان دي مشكله او دي نقطة مش عاجباه هو في حياته، ويبدأ يتجه ان هو راح لحاجة تديله العلاج، او راح للعلاج ثيرابي بقى. بدأ يحاول يدور على كل الطرق ان هو يغير من نفسه علشان يبقى الفيرجن اللي هو عايزها. لان فعلا فعلا يا جماعه، يعني زي مثلا ما حد بيقول لك انت ما بتختارش اهلك، بس بتختار الاسره اللي انت عايز تعملها، بتختار البارتنر بتاعك، بتختار عيالك عايز تعلمهم ازاي، او تصب عليهم اللي انت. يعني في ناس بتقطع، في ناس بتوقف التسلسل. يعني كل واحد مثلا عيلته علمته فبتدي لعياله، عياله بيروح يدوا لعياله. في ناس الحمد لله، او انا ممكن اقدر اقول ان اكبر نسبه هو الجيل بتاعنا ده بدأ يقطع حته اللي هو ايه، ان احنا كل شويه بنصب الكوبايه. في اوقات بنوقف وبنصب احنا بقى الكوبايه الصح في الكوب. ف ف فدي حاجه او الثقه في النفس، انا حاسه ان هي حاجه زي كده. ممكن مثلا تكون الشخص متهزز شويه مش قرار، بس انا عارفه ان كلمه قرار دي صعبه قوي. قرار انك انت تبدايها ازاي؟ لازم تعرفي عيوبك ومميزاتك. دي اول حاجه. اعرفي مين عيوبك ومميزاتك علشان ما تستنيش حد يقولهم لك. ما تبقيش دايما مستنيه حد يديك الابروفل او الفاليديشن او الكريتيسيزم. دايما you be your self critique, your biggest self critique. لانك حد يقول لك حاجه ده تقولي ايه ده بجد، مش عارفه ايه ده، وتبداي تتاثري. ما انت ممكن تكوني اصلا سابقه بخطوه وتكوني اوريدي عارفه الحاجه زي كده، مثلا تقولي ايه طب ليه شايف كده، او مثلا اللي هو ايه انا ممكن يكون الفعل ده آه، اداك الايحاء الحاجه زي كده، بس انا فعلا من جوايا لا، انا مش الشخص ده. فانت يبقى عندك برضو سنه confidence او حاجه معينه تقدري تتكلمي بيها او تتكلمي بالنيابه عنها. لو ما عندكيش الحاجه دي او ما عندكيش السيلف ريفلكشن ده من جواكي اصلا، فانت هتحسي انك انت عايمه كده. اي حد يقول لك كلمه او قلم او يخبطك قلم هتلاقي نفسك وقعتي، او هتلاقي نفسك متشتته كده او مكسوره، وانت مش عايزه توصلي للمرحله دي. برضو الكونفيدنس ده بيجي لما تكوني عارفه your self worth. انت مثلا شايفه نفسك او ان عيلتك ما شاء الله زرعوا فيكي الحب والاحترام والتقدير، وعلموكي صح وصرفوا عليكي كتير وتعبوا فيكي. فما تروحيش ترمي نفسك مثلا لشخص بيهينك او ما بيديكيش نفس الحاجات. فانت هنا بتكوني عارفه your worth. لا I'm worth so much more than that. I don't need to accept this. Why do I need to accept this? Why do I need to compromise? ليه بتعملي compromise؟ يعني ليه بتضحي؟ ليه بتضحي بحاجه انتي تستحقيها؟ يعني ربنا بيحط الناس في حياتنا، بس برضو انتي ليكي سنة اختيار انك انتي في اوقات ممكن تعرفي تقطعي، تبعدي، تشوفي التوكسيك ريليشن شيب. يعني خلاص ده يعني الحاجه دي حصلت، الشخص مثلا ده وحش، فانت بتكوني رايحه برجلك، او بعد ما بتشوفي وشه الحقيقي تقدري تبعدي. ف وما تقوليش لنفسك انك انت ما تقدريش، لانك انت تقدري. يعني ما فيش حد الحياه بتقف عليه. انا دي حاجه والله العظيم يا جماعه اتعلمتها، يعني the hard way, the easy, I don't even know how to say it. بس فعلا الحياه ما بتقفش على حد. يعني حتى لو حد في حياتك لمده 15 20 سنه، الحياة ما بتقفش عليه. It's not about how long you've known that person أو how long you've interacted with them. It's about المواقف. أنا عمري في حياتي ما حكمت على صاحبة أو صديق أو أيا كان علشان بس احنا نعرف بعض بقالنا كتير. لأ، أنا ممكن في واحدة أعرفها مثلا خلال، والله بجد، شهور وتبقى أقرب مني من ناس كتير قوي أعرفهم في سنين. هي مثلا ممكن تكون القلب بس اللي ما بيرتاحش قوي، او القلب مثلا بيقعد شويه على ما ياخد،
او يتشعبط كده الاتاتشمنت، بس غير كده لا، بتحس انك انتوا متقدرين اكتر. فلو هنتكلم بقى، دي اول نقطه، احنا هنعمل سيريز اللي هو how to be confident. فاول حاجه reflect with yourself على عيوبك ومميزاتك، وعلى انت تستاهلي ايه، او انت مثلا شايفه نفسك تستحقي ايه الحاجات اللي انت تعبتي عليها، او ايه الحاجات. وبرده ما تبصيش نفسك نيجاتيف واي، ما تبديش don't have that guilt feeling، او اللي هو حته انك انا وحشه قوي، لا انا كل الناس بيقولوا عليا كده. لا، انت شايفه نفسك ايه؟ ولو عايزه مميزات او ما بتعرفيش تقولي لنفسك المميزات الحلوه، ابعتي لناس قريبه منك قوي، الناس بتحبك قوي، ايا كان، مامتك، اقعدي مع مامتك، باباكي. حتى الموضوع هيبقى very very weird، ممكن يبقى مع ناس بجد الموضوع مستحيل، اقرب ناس ليك، صحابك مثلا، البست فريندز، your cousins، سلم كده قول لهم انا ايه مميزاتي. يعني انتوا مثلا بعينيكوا very raw what are my الحاجات الحلوه. فابدأي اكتبي وابدأي شوفي الحاجات دي. ابدأي برضو حبي شكلك والله مهما كان فيكي فلاز ايه. انا احب اقولك ان فعلا حتى اللي في بنات كتير قوي والله العظيم ملهاش علاقه، بس فعلا كل واحد شايف في نفسه مليون عيوب، بس الذكي اللي مش بيبينها للناس ان هو شايف ان دي عيوب. احب يعني والله بجد انتي are your reflection، انتي كأنها مراية كده، انتي اللي شايفاه الناس هتشوفه برضو. فانتي لو شايفه نفسك حلوه الناس هتشوفك حلوه، لو انت شايفه نفسك confident الناس هتشوفك confident، وبالعكس هيدوكي احترام، هيحترموكي اكتر، لان هم عارفين كويس جدا ان هم مش هيعرفوا يهززوا الشخصيه اللي جواها. حتى لو انت بتتهزي fake it until you make it، والله بجد. ابدأي حطي قناع، بتشوفي مثلا الناس بيتعاملوا ازاي، حطي القناع ده شويه لغايه ما انتي، اصل الموضوع مش هيجي كده. الذكي اللي بيكون عارف ان الايموشنز بتاعته دي نورمال. لو حس احساس وحش من ناحيه مثلا ايه، لو حس باحساس وحش مثلا هو داخل على حاجه، بيعمل حاجه، ده مش معناه ان هو وحش، بالعكس مقدر ان فكره ان في فير، بس هل ده الرياليتي؟ لا، مش دي الرياليتي. في فرق ما بين الايموشنز اللي احنا ممكن نستشعرها في الموقف ده، زي مثلا حد رايح يلعب بطوله كاس عالم مثلا ماشي، انا مش عارفه الاكزامبل اللي جالي دلوقتي، حاسس ان هو خايف ومرعوب والكلام ده كله، هل هو داخل على حاجه وحشه؟ بالعكس ده داخل كاس العالم، ده حتى بس لو لعب، احنا دايما بنقول ايه، ده لو بس راح ده كده عظمه. هو حاسس ان هو لا، ومرعوب ومش عارفه ايه ومضغوط وحاسس ان دي حاجه وحشه، انا ايه اللي دخلني ده، انا كده الناس هتشوفني بنظره. فما تبصوش، بس هو عارف ان المشاعر اللي هو حاسسها دي، او الايموشنز، او الفيلينج اوف نيرفسنس والانشس، he's very anxious، ده like is just temporarily كده، حاجه كده بس احتياطي، ما بياخدش قرارات based on المشاعر اللي حاسسها في اللحظه دي. فلما شخص يكون mature emotionally، النضج، الايموشن، الانتليجنس، او الحاجات دي، فعلا هيعرف يفصل ما بين ده وده. هيعرف يفصل ان مش كل الحياه بينك، او مش كل الحياه يا اما بلاك يا اما وايت، في جراي. هيكون واعي لان فعلا في اوقات الواحد محتاج يفصل، مش معنى كده ان هو وحش او مكتئب، لا، اوقات عادي، الناس الطبيعيه احنا هيومنز، السوشيال باتري بتاعتنا بتخلص، فده مش معناه ان هو في حاجه غلط، لا بالعكس، هو بدا يقدر، بدا يسمع. اسمعي صوت قلبك واسمعي صوت عقلك، هو عايز ايه، اديهم. يعني مش لازم دايما تبقى عندك فول بوست اوف جوي وتدي اللي هو الناس كلها 100%. nobody can give 100% all the time. we're all humans, we need a break. this is normal, having a break is normal. خدي البريك لنفسك كتير، اسمعي صوتك انتي، بطلي تحطي صوتك على جنب وتقولي مثلا ده هبل، ده ما بتعرفش تكرر، ما بتعرفش تتكلم، ما بتعرفش تعمل. ما هو انتي اللي بتعملي كده، انتي اللي بتكرري القرارات دي. اسمعي مثلا، حاسه نفسك انك انتي دلوقتي مش قادره تخرجي مع الناس دي، بتحبيهم، معلش يا جماعه انا مش قادره اخرج. هنا الباوندريز اللي بتتحط، اللي بتبني شخصيتك. عيلتك مثلا بتقولك كلمه مش لطيفه، ابداي اتكلمي. يعني ممكن مثلا تريحي اللي قدامك اوقات كتيره، بس برضو ممكن مثلا اللي هو انت كلام او الكوميونيكيشن اصلا بيغير حاجات كتيره جدا جدا، بيعمل والله العظيم ميراكلز، بجد. فانت دونت اندر استيميت الكوميونيكيشن ده. ممكن انت من جواكي عماله بتفكري بحاجات وتوصلي نفسك ذهنيا انك انت توصلي لداد اندز وحاجه سيئه، وتعيطي وتعملي، والحاجه اصلا تكون قد كده.
فما تكبريش المواضيع، ولما تحسي نفسك بداتي تكبري الموضوع خدي خطوه لورا كده، اللي هو ده انا هبص على الموضوع تاني كده. او مثلا تستعيني بصديق، مش ما فيهاش اي غلطه. يعني لو اوقات فعلا حاسه انك انت دماغك بتسوحك طول الوقت وطول الوقت عماله تقعي في مشاكل، خدي خطوه لورا وروحي للشخص العاقل، مش الشخص اللي انت عايزه تسمعي منه الاجابه اللي انت عايزاها. العاقل اللي بجد ممكن يسمعك كلام هيزعلك، اللي هو مثلا اللي هو لا يعني تعالي كده بالراحه، خلينا نمسك الموضوع. هو انت مثلا شايف ان الموضوع كذا كذا؟ لا، يعني هو الموضوع يزعل، يزعل تزعلي، بس التصرفات او الرياكشن بتاعك كده كده فاليد، كده كده فاليد. بس اوقات احنا بنفكر تفكير غلط، اللي هو في الموقف ده اللي هو كذا وكذا وكذا وانا عملت مصيبه. لا، عادي، ممكن تكون حاجه صغيره بس مش مصيبه. فالافكار بتاعتنا هي اللي بتودينا او بتليرس to the conclusion. فاقطعوا قبل ما تبداوا تفكروا وتوصلوا conclusion جوه دماغكم. have a talk, have a chat مع الشخص اللي انت عايزه تتكلمي معاه، او مع صاحبتك، او مع عيلتك، او مع الشغل بتاعك، الباص بتاعك، المانجر. شوفي، لان فعلا اوقات محدش عارف ايه اللي بيحصل جوه دماغك او جوه قلبك، محدش عارف انت بتحسي بايه، محدش عارف. اوقات انت كمان ذات نفسك ممكن تكوني مش عارفه، فبتحتاجي مساعده. ابداي اكتبي كتير، ابداي اتكلمي مع حد، روحي ثيرابيست. الثيرابيست موجودين لحاجه زي كده، مش حاجه عيب، مش حاجه عيب. بطلوا تحطوا حاجات وحشه يعني تحت مسمى عشان بس اللي هو احنا المعتاد عليه. فاوعوا تحطوا وتعملوا كده، لان كنتوا كده بتظلموا نفسكم انتوا قبل ما تظلموا اي حد تاني. فاستنوني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، وهنتكلم اكتر على حاجات تقدروا تعملوها عشان نبقى confident. Love you girls. Bye.